شركة ام توباك للصناعات الهندسية والتغليف الحديث، إحدى شركات مجموعة المهندس منسي للصناعات الهندسية وماكينات التعبئة والتغليف بوجه عام، تقدم إليكم ماكينة عصر الزيوت عن طريق عصر البذور واستخلاص الزيوت منها. الماكينة زي ما حضراتكم شايفين تشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت، فيش عادية. الماكينة تتميز بأن جسمها الخارجي بالكامل من الستانلس ستيل عالي الجودة، زائد زي ما حضراتكم شايفين المكنة صغيرة الحجم خفيفة الوزن، وهنوري لحضراتكم قد ايه هي سهلة الأداء وسهلة الاستعمال. ماكينة نقدر نحطها عندي في بيت، في مصنع، في مخزن، في ورشة، في محل، في أي مكان، وده لأنها بتشتغل على كهرباء البيت العادية، زائد إن هي صغيرة الحجم. النهاردة بعمل التجربة بتاعتي على السمسم الغير محمص أو السمسم الني. طبعا المكنة قادرة على عصر جميع أنواع البذور العطرية والزيتية، زي السمسم، حبة البركة، بذور الكتان، بذور الجرجير، الأرجان، الجوجوبا، كل ده المكنة تقدر تعصره بكل سهولة. هشغل المكنة بتاعتي. طبعا ده المخرج الأول للماكينة، وهو المخرج اللي بيجي منه الرايش أو التفل أو القشر نفسه تبع البذور اللي تم عصرها، بيخرج لوحده من مخرج، والمخرج التاني بيخرج لي الزيت صافي بعد طبعا ما أزلنا منه القشر نفسه أو التفل بتاع البذرة نفسها. طبعا بننزل الزيت على مصفى زي ما حضراتكم شايفين، لضمان ان يكون الزيت صافي بنسبة 100%. طبعا الماكينة موديل 811 ماركة ام توباك، مقدمة إليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث، فرع حدائق القبة. كان معكم أحمد حامد.